احنا في وقت ما ينفعش تكون فيه ملتزم بدينك او مش ملتزم، لازم تبقى ملتزم، علشان لو ما بقتش ملتزم هتضيع دنيتك وهتعيش حياة وحشة وحزينة، وبرضه هتضيع اخرتك. انت حرفيا لو سبت نفسك هتلاقي نفسك عايش في ميكس عجيب ما بين معاصي وما بين ذنوب وما بين شهوات، وهتلاقي نفسك بتتسحب في كل دوت من غير ما تاخد بالك. هتطلع من شيطان عايز يوديك في داهية هتلاقي نفسك بتخش في معاصي خلوات، هتطلع من المعاصي الخلوات هتلاقي نفسك بتخش في صحبة سيئة، هتطلع من الصحبة السيئة هتلاقي معاصي في كل حتة، وده كله من غير ما تاخد بالك ولا حتى تدرك بأي حاجة. يا جماعة الموضوع خطير، وهتلاقي دي بتسلم دي بتسلم دي، وهتلاقي نفسك في مشكلة كبيرة. والمصيبة الأكبر إن لو ربنا ختم لك على كده أو دي بقت نهايتك. أنا عايزك تفهم يا حبيب قلبي إن كلنا بنعمل ذنوب، بس الشاطر فينا هو اللي يغفر الذنوب دي أول بأول بالتوبة. لازم تتوب لربنا سبحانه وتعالى من الذنوب اللي انت بتعملها أول بأول. ومن الآخر كده علشان تفهم مفيش متعة بعيدة عن طاعة ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقك بإحساس المتعة ده أصلا. وصدقني والله العظيم مفيش حاجة تستاهل تضيع آخرتك عشانها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.